السلام عليكم خوتي بخير، راني الامور ديالكم مزيانه. المهم، جاني واحد التعليق بخصوص الفيديو اللي كنت حطيت. لو ديت 5 المليون يعني تقدر تبدا بها مشروع في الباديه، واش تقدر تبدا بها مشروع في الباديه؟ آه، المهم عرفت انا الناس ما فهموش المقصود. انا غنقول لكم المقصود شنو هو. اعطيكم التجربه ديالي الشخصيه. انا اي حاجه كنبارطاجيها معكم الا بواحد التجربه ديالي الشخصيه. المهم، الا كان عندك راس المال وما عندكش التجربه غنقول لك راك غتفشل. علاش غتفشل؟ انا ما كنبغيش نحبط بنادم، ولكن الواقع هو هذا. راس المال بلا خبره بلا تجربه تنجحش. كون اتخسر. ولكن اذا كانت عندك تجربه وراس المال قليل تنميه، لان عندك تجربه تعرف كيفاش تتعامل. اي دابا شوف، ما كندويش على تربيه الاغنام ولا لا، كندويو على اي مشروع بصفه عامه كيف ما بغى يكون النوع ديالو. دابا كاين فرق ما بين واحد، سمعوا مزيان الكلام اللي غنقول لكم وانا نعطيكم تجربتي شنو وقع لي انايا. كاين فرق ما بين واحد كان خدام مع واحد السيد فواحد الخدمه، ياك خدا تجربه ولا هو كيقوم بكلشي تما، اللي ناقصو هو راس المال. ياك جمع راس المال انطلاقا من ديك الخدمه اللي كان خدام فيها. ملي غيخرج يدير داكشي لراسو راه عنده تجربه، تقدر تلقاه دار كليان هو باقي خدام مع داك السيد. هذه هي الاولى تندوي معاكم. تلقاوه دار كليان وهو باقي خدام مع داك السيد، وتلقاو كذلك انه عارف كيفاش يتعامل مع الوضع واخا راس المال غيكون عنده قليل، كيفاش ينمي راسو، كيفاش يطلع بشويه، كيفاش كذا كيفاش كذا على حسب الدومين اللي هو فيه. ولكن الا جنا واحد السيد عنده فلوس ما عندوش تجربه وبغى يدير هذا الشيء حيت شاف واحد السيد داير وقال فوالا غنجيب كذا، غنجيب هادي، غنجيب هادي، غنجيب هادي، غندخل غنبدا خدام نخسر من النهار الاول. الا في حاله وحده، الا مشيتي جدتي واحد السيد، اسمع مزيان، جدتي واحد السيد عنده تجربه ولكن ما عندوش فلوس، واش راس المال، ولكن عنده تجربه كبيره غتجيبو غديرو معاك شريك بواحد النسبه مئويه. خليني من ديك العقليه ديال لا يخدم عندي ونعطيه هكذا في النهار ونعطيه هكذا، راك ما تنجحش. علاش؟ لانه هو اللي بيدو ينجحك، هو اللي بيدو يفشلك. يقدر ما يعجبوش الثمن ولا ما يعجبوش كذا، راه في النص ديال اللي يسمح فيك في النص ديال المشروع ويهز في حالاته. المهم غتجي تفاهم معاه بواحد النسبه مئويه ديال الارباح، هو غيتشجع، هو عارف راسو الا كان في يدو، عارف راسو في يدو، يعني غادي يخدم معاك مزيان في هذاك البروجي وغادي تنجحوه انت وياه. علاش؟ لانه هو كيشوف راسو كل ما ضرب تماره، كل ما بذل مجهود، الا وعنده الربح. فهمتوا؟ عنده الربح، يعني ماشي شي واحد كتقول له شوف راه نخلصك ب 100 درهم من النهار، حتى هو 100 درهم جابها الله مضمونه ومريح. انا 100 درهم كيضرب التماره كي جلست شاده 100 درهم، يعني الا ضربت التماره بزاف يعني ما تزاد لياش، او ما خليني ترونكيل انا 100 درهم كنشدها. والله ما يتسوق لك، يخسرك، هو يضيعك، هو يفرعك. ولكن ملي كتدخل معاه للربح باش يعني بالنسبه المئويه ديال الارباح، كيعرف راسو انه ولا شريك معاك. راه شريكك غير هو ما عندوش فلوس، ولكن راه داخل معاك شريك. يعني الا صورته مثلا 5 المليون يدي واحد المليون ديالو، يعني هو يبغي ديما نصورو كتر باش يدي كتر. خصو يصور 20 مليون باش يدي مثلا 2 ملايين، ولا يدي مثلا واحد فهمتوا، واحد 4 الملايين ولا. المهم فهمتي، صوروا 5 يدي هو مليون، على سبيل المثال انا كنقول لكم ما تدوش على كلامي هذا. المهم ملي كيدخل مع النسبه المئويه كيخدم مزيان كيف ما كانوا الناس قدام كيجيبوا واحد خماس اولا واحد رباع اولا واحد، ماشي كياخذ الخمس كياخذ الربع كياخذ، فهمتوني؟
على حساب نتا واش تفاهمتي معاه في داك الشيء. يعني غيقابل ليك راه يديرها ديالو راني خدام. يعني هنا غنقول لك غتربح. غنقول لكم دابا شنو وقع لي انايا. انا كنت دخلت في واحد المشروع من بعد نقول لكم كيفاش داير هذا المشروع، ماشي تربيه الاغنام وكذا. كي دخلت خسرت فيه علاش ما كانش عندي تجربه. ماشي خديت الامور النظريه، ولكن الامور النظريه بوحدها ما كافياش باش تدخل في المشروع ديريكت تدخل فيه لا، خاصك تدخل في الامور التجريبيه. هاد الهضره الخوت كنقولها لكم من القلب، قسما بالله من القلب، حيت انا كنعرف الشباب كيتابعوني وكنعرف قسما بالله ربي شاد عليا من القلب. باش ما توقعوش في داكشي اللي وقعت فيه ولا حيت هاد الامور اللي كنقولها راه الناس اللي عندهم العقل راه عارفين هادشي راه هو الصحيح، فهمت؟ والناس اللي عندهم العقل والله الا عارفين هادشي راه هو الصحيح ويأكدوه ليا، عارفين هادشي راه هو الصح اللي كنقول. المهم ان شاء الله، المهم كناخدو اش يقولوا له، يعني ما عمرك تجي وتدخل في المشروع ديالك، كتجي كتاخد التيوري، كتقرا كتعمر الراس مزيان. هذاك التيوري اللي خديتي انت كتدخلو في البراتيك. كيفاش البراتيك؟ بكميه قليله. يعني غنطبق داكشي ديال التيوري في البراتيك باش ناخد تجربه بالقليل، باش منين ندير الكثير تكون عندي تجربه. فهمتوا؟ يعني البروجي ديالي غنبداه صغير وما سوقكش في الربح، ما سوقكش في الربح. الا فكرتي في الربح تخسر، غتطمع وغتولي دير بزاف وغتاكل الدق، لان الامور ديال المشاريع ولا كذا ما ضحكوش عليكم الناس. راه لو كان هادشي ساهل ديال المشاريع ساهل بسيط عادي، لو كان الناس كلهم دايرين المشاريع، لو كان الناس كلهم دايرين اعمال حره، لو كان هادشي راه ماشي ساهل. هادشي كيبغي 1+1=2، كيبغي 1+1=2، ماشي تساوي 3 ولا 4، لا صافي معروف 1+1=2، صافي معروفه. 3+3 تساوي 6، صافي. يعني ما كتبغيش الخطأ باش تمشي مزيان. يعني انا باش ما نوقعش الخطأ، لان كل خطأ كتوقع فيه كيكلفك بزاف. يعني هذا هو المشكل، يعني كل خطأ كتوقع فيه كيكلفك بزاف. انا راه جيت نعاود لكم راه مشاكل، راه كوارث. فهمتوا؟ المهم بديت في هذاك البروجي خدام فيه، كانت عندي تجربة، كان عندي يعني التيوري، أمور نظرية. بغيت ندخل الأمور التجريبية، تلاقيت مع ناس كيبيعوا بنادم العجل هاكا، بهاد المصطلح تبيع العجل. يعني تيقول لك شوف حنا معاك، حنا نوقفوا معاك، تاخد السلعة تمشي بخير كذا، حنا معاك في التليفون في كذا، بحال ديك السلعة عندنا، بحال اللي كدا، بحال هادي بحال هادي. أول شيء باعوا لك السلعة مغشوشة، انت ما عندكش امور تجريبيه، عندك فقط النظريه. التجريبيه حاجه اخرى. راه حتى في القرايه ملي كنقراو كثيرا كناخذوا لي ديبلوم ولا كذا، راه داكشي اللي كنقراو ماشي هو داكشي اللي كنمشيو كنلقاو في ارض الواقع في التيران. فهمتوا؟ كنلقاوش داكشي في ارض الواقع. كيولي خصك فهامه اخرى وقرايه اخرى وتجربه اخرى وبلانات اخرين روينه كحله. القرايه شكل والتطبيق شكل. تعلموا هاد القضيه، تعلموا هاد القاعده مع خوكم. المهم بديت خدام، كليت الشحط بالمعقول، دخلت بالفلوس اللي عندي كامله، ضربت عمليه حسابيه كدا 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 كدا، دخلت بكلشي، قلت صافي. كتفكر هادشي كتولي لي بحال راه البارح. تاكلوا الشحط ديال بصح، كليتها. في التالي خديت تجربه، تعلمت، بقات لي 1500 درهم في جيبي. 1500 درهم في جيبي. تصاور دابا باش بقات لك 1500 درهم في جيبك ما ترضاش تمشي عند الوالد ديالك تقول له كذا كذا، لانه يقول لك كذا وقلت لك هادشي كذا هو اصلا ضد هادشي اللي كدير. مشكله.
كيفاش تخرّج راسك بهاديك 1500 درهم، وتما فين كتكون التجربة، يعني ملي كتكون عندك تجربة فهمتوا تقدروا تنمّيو الفلوس، واخا يكون عندك 100 درهم 200 درهم والله تنمّيها قسمًا بالله العظيم أنا كنحلف وعارف علاش كنحلف، والله تكون عندك 200 درهم 300 درهم 150 درهم تنمّيها وتطلعها وتردها الملايين، كتكون عندك التجربة وكتعرف اش كدير، أما ملي كتكونش عندك التجربة ولا يكون عندك 20 مليون 30 مليون تردها للزيرو، أنا كنقولها ونعاود نقول والله تردها للزيرو، استغفر الله العظيم، التجربة هي اللي غتوصلك، التيوري كيزعمك بالحساب كذا كذا. ملي تشوف الحساب مخرّجك ريقل شوف أي مشروع ملي تشوف دير له الدراسة ديالو أولا ديجا عنده الدراسة ديالو وتلقى الدراسة أنها ناجحة 80% أنت ديرها ناجحة 50% لأنك ملي غتدخل للدومين تلقى المشاكل كذا خصك تلقى الحل كذا ما غتلقاش داك الشيء كيف ما حسبتي له كيف ما غتلقاه، ما عمرك غتلقاه، فهمتوا؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا باش نعطيكم غير هذا البلان باش تعرفوا أن في البادية أو غير البادية تبغي دير شي مشروع خاصها تكون عندك تجربة، يكون عندك النضج يكون عندك تجربة، إلا ما عندكش التجربة أنت كتخلق تجربة كتبدا قليل بشوية، كتبدا قليل وكتبقى طالع بشوية 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 وما سوقكش في الفلوس، ما يهمكش الفلوس راه أوتوماتيكمون ملي تولي عندك الخبرة الفلوس عتجي بوحدها، هذه قاعدة الناس ما كتقولهاش، هذه قاعدة ما تلقاهاش، ما تلقاش اللي يقول لك هذه القاعدة. فهمتوا؟ أنا نقول لكم واحد أنا لو كان رجع بيا الزمان اللور وبهاد العقل اللي عندي دابا ما نقراش، ما نبقاش في المدرسة، كاين اللي يكون ضدي ولكن أنا عارف اش كنقول، ما نبقاش في المدرسة، ما علاش لأن من الديبار أنا ما عنديش عقل ديال الوظيفة، من الديبار دماغي ماشي للوظيفة، من الديبار باغي خصني ندير شي حاجة مشاريع عندي في راسي، أنا تنشوف راسي ماشي ديال الوظيفة، ماشي ديال التعليم، أنا هكا داير من صغري سبحان الله العظيم. يعني لو كانت لقيت اللي يوجهني ولا اللي يقول لي شنو دير شنو دير شنو دير شنو دير من الديبار راه كتلقاو صنايعي قسما بالله كيسهل عليه الله تيكون مرضي هو كيسهل عليه صنايعي وتطلو تلقاو دار ماشي غير الطوموبيل دار ما عرفت شنو هو فهمتوا غتسولو يقول لك خارج تقدر تلقاه خارج من الكاتريام ولا خارج من السيزيام من السانكيام ولا خارج من كذا ولا القرايه بالنسبه لي انا غتقرا على داك الشيء اللي غتخدم غنخدم في كذا خصني نكون أنا هو الطوب في هذاك المجال ديالي، فهمتوني؟ أنا هو الطوب في هذاك المجال ديالي، كنعرف ناس والله القسم لأن عرفتي فين وصلوا تبارك الله، واعيين بالبيان وكيقراو كيما دابا أنا باقي كنقرا، يعني الدراسة كندوي على داك السيستيم ديال التدريس اللي كاين في المدارس ما تيعجبنيش، هذيك كدا اجتماعيات كذا كذا ما شحال من ساعة عندك في النهار واخا يكون هذا عنده العقل ديال الجن، واش التخربيق هذاك؟ والله أنا بالنسبة ليا أنا رأيي ديالي الشخصي. القراية شنو هي اللغة العالمية الإنجليزية قرا لونجلي أخويا قرا لونجلي أخويا علاش باش تكون عندك واحد اللغة باش تقدر إلا بغيتي دير شي حاجة خارج المغرب عاد ديرها أي دولة مشيتي ليها كلشي كيهضر باللونجلي يعني اللونجلي مسلكاك عندي أخويا مع المعلوميات غنقول لك سير أخويا قرا المعلوميات سير أخويا سير قرا المعلوميات سير فهمتي خديتي الباك ديالك كيعجبك داك الدومين وتوغل فيه سير اخويا تبحر مع راساتك فيه وكون انت هو رقم واحد ديما انا هو ما كاينش احسن مني سير كون اناني اخويا وسير قضي الغرض ديالك انا ما كانش الخدمه انا في المغرب راه كاين في دول اخرى كاين شي خدامي تقدر دابا راه ولا داكشي اونلاين يعني ما تحتاجش تمشي فهمتي غير من تما تخدم معاهم عادي وكاين وزيد 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 يعني الاساس الناس كتقرا تيقول لك باش نخدم باش نتوظف باش نشد فلوس باش نشري دار باش نشري طوموبيل وانا نبقى نقرا انايا هاد 30 عام وانا تنقرا ايه عاد غنخدم 30 عام 30 عام وليدي كيصرفوا عليا مثلا كاين اللي غتجي من هضره غريبه انا راه كندوي غير بين قوسين راه ماشي كاين الناس بعض المرات خصهم يقراو لان ما عندوش البديل دماغه ديال داكشي كيبغي يامن مستقبله ما عنده
ماشي الناس كاملين عندهم هاد العقلية ديال أنه ما كيخافش ويقدر يدير مشروع ويقدر. كاين ناس اللي تيقول أنا عندي 10,000 درهم في الشهر خدام بخير نمشي نجي مرتاح صافي ما. كاين اللي ما كيتقبّلش هاد المسألة، كاين اللي ما كيتقبّلهاش بحالي، ما تيتقبّلش أنه يبقى مسدود عليه فشي بلاصة مريّح فيها، تيبغي يبقى حُر عارف راسو راه ما شحال نعيشو، دير نتا حُط قدامك 100 عام تعيشها تموت صافي point final. أنت بنيتي الديور، بنيتي القصور، بنيتي ما عرفت شنو، طلعتي في السما كاع، من بعد اش هاد ديماك، شنو هاد ديماك يلاه قول لي شنو هاد ديماك في هاد الدنيا هادي، شنو هاد ديماك أصاحبي عيش حياتك أصاحبي اش هاد ديماك، راه ما ديماك والو، والله ديتي ماك شي حاجة الأعمال ديالك واحد الخرقة بيضا يغطاوك باو يحشوها معاك حتى هي درشة. باش نقول لك اللي كاين داكشي كامل اللي نتايا جمعتي وضربتي عليه تمارة وما عرفت شنو هو وكذا يديو الوريث، ساليتي اش غادي معاك انت، دي معاك ما صدقتي وما كدرتي. كدوي معاكم بصح أنا كنحاول الأمور نكون يعني صادق مع نفسي بعدا. أنا لو كان يرجع بيا للزمان اللور أنا ما نبقاش في المدرسة، ما نقراش كاع، نقرا داكشي اللي بغيت نقراه أنايا، داكشي اللي نافعني أنا كنشوف راسي بغيت ندير واحد المسألة نمشي نقرا اللونجلي، نقرا كذا، نقرا كذا، فهمتوا كيفاش؟ مثلًا إلا كانت مثلًا أنا بغيت نكون واعر في لا ميكانيك، ساهلة ماهلة، فهمتي؟ الإنسان مثلًا خدا الباك ديالو أولا خدا شاف راسو ما غيبقى غير يضيّع راسو ما كيقراش مزيان ويبقى راسو غير كيضيّع راسو، من التاسعة يمشي يدير لا ميكانيك، يقرا مزيان، يولي دفا يدير إلكتروميكانيك عامين أخرى، يولي كذلك يزيد يمشي يقرا في بلايص أخرين، يتعلم بار انترنت، لأن ملي كتدخل للشركة، الشركة كتآمنلكش بالورق، كتآمنك بالكفاءة، كتآمن بداك الشي اللي كتشوف، شنو كتعطيها أنت، شنو كتضيف ليها مثلًا نتايا، على سبيل المثال. فهمتوا؟ والأعمال الحرة راكم عارفين الأعمال الحرة كتشوف داك الشي اللي أنت مسلكك، شي حاجة اللي أنت محتاجها كتمشي تقرا عليها، ونبينا على السلام الهدف في الآخر هو الفلوس. هادشي اللي كنشوف الناس دابا أي واحد تسولو أيوا ماشي تيقرا من أجل أنه يقرا، تيقرا من أجل أنه باش ينجح، شنو تيقرا الله أعلم الماط داك الشي اللي كيقراه طاف، 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 طاف علاش، تيقول لك المهم نجح، المهم صافي كينجح، داك الشي اللي باغي هو، ملي كينجح كيخول ليه باش بقى كنت واحد النهار أنا كنت صغير كنت مبلي باش ندخل للبوليس، المهم ولا وديتو كنت كنتريني كنت بغيت داك الشي ديال لي زانسبيكتور كدا اللعيبات قبضت الشفارة سير جري كدا، المهم منين خديت الباك ديالي كانت ديك الساعة درت ديبلوم ديال réseau informatique، كنت تنقرا في المهم كان عندي ديبلوم كنت تنقرا réseau informatique و ومشيت بغيت ندوّز للبوليس، يعني كنت حماق على البوليس، وبسبة البوليس تعلّمت الفنون الحرب والقتال، وملي سبحان الله العظيم دفعت للبوليس مشيت باش ندوّز، بقى فيا الحال بزاف أنا نقولها بحرقة، بقى فيا الحال بزاف، 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 عرفتي ملي تحط قدامي داك الورقة شنو فيها؟ داك علّم اختيارات، شي أسئلة، عرفتو داك من سيربح المليون؟ ومسّبكم من سيربح المليون، واش حنا قريتونا شي وكتسولونا على شي، شي أسئلة والله القسم اش غنقول ليكم، عرفتي راه تبكي، المهم صافي جاوبنا على داك الشي، المهم خرجت كاعي علاش ما عجبنيش الحال، كتقرا حاجة وتمشي تلقى حوايج أخرين محطوطين، صافي المهم هذا ما كان الخوت، المهم هذا تيبقى رأيي ديالي الشخصي، يعني رأيي ديالي الشخصي أنايا، والناس تنقول لهم كل واحد والرأي ديالو الشخصي والآراء تُحترم، والمهم المغزى من هاد الشي كامل هو راكم فهمتوه، يعني الناس اللي باغا تبدا بالقليل وتمشي بشوية بشوية، ملي تشوف الأمور في القليل تيسرات تزيد شوية، تيسرات تلقى راسها راه وصلات لداك الشي اللي بغات. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله.